صامدا. لأنه ما هي الحكومة؟ الحكومة هي مؤسسة. الحكومة مؤسسة تنبع من الشعب ومن المجتمع، وتكون يعني على تواصل معه، ويكون هو يشعر بها بأنها تمثله، ويتجاوب معها ويسندها إذا كان مقتنعا بأنها على حق، وينبهها إذا كان مقتنعا بأنها على خطأ. هذه هي الحكومة. هذه الحكومة هذه عندنا شعور أنها لا تبالي بالشعب، وكأنها يعني جاءت بالمشروعية من جهة أخرى، لا تبالي به، ولا تبالي به حتى بالانتخابات المقبلة. لعل الأسلوب الذي أوصلها والذي ابتدأ بالمؤامرة اللي قلنا في 2016، ثم بعد ذلك يعني تحركت فيه الأموال الريعية وتجنيد الأعيان وما إلى ذلك. هذه الحكومة يعني لا تبالي بانتخابات 2026. لعلها تفكر بأنها كما نجحت في الانتخابات الماضية ستنجح في الانتخابات المقبلة يعني بنفس الأسلوب. ولهذا فهم يبشرون من الآن بأنهم مع أنه ليست هنالك حكومة وصلت إلى هذا المستوى ونالت من سخط الشعب ما يتحدث به الجميع، وكل واحد منكم يعني عنده مؤشر وعنده دليل وعنده مثال على هذه المسائل هذه. فهذه الحكومة معشر الإخوة الكرام يعني ما منتبهش كاع لهذه القضية ديال المرجعية. بطبيعة الحال احنا مسلمين وغنبقاو مسلمين إن شاء الله الرحمن الرحيم، وكاين جلالة الملك اللي هو حامي حمى الملة والدين، والحمد لله عليه. أنا تنقولها لكم صدقوني، لولا هو ربما يعلم الله شنو كنا غادي نديروا. وباش نعطي مثال على هذا الشيء لأنه ما غاديش نطول، مثال غير ديال المدونة. المدونة الإخوان اليوم شيء والبارح شيء. البارح يعني كان لو ديليغ باش تعرفوا هذا لو ديليغ رجعوا قراوا، لأنه عاوتاني حنا ملي تنوجدوا شي كتاب ولا شي وثيقة راه داك الشيء الله اللي علم كيفاش تيخرج، التعب والمشقة وبعض المرات الألم باش تيخرج. رجعوا قراوا واحد الكتيب صغير وجدناه في هذا الموضوع على داك الشيء اللي كانت تقترح عليكم السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. مقاربة كاملة لا تبالي بدين ولم تهتم أصلا يعني حتى بأن تضع رمزا من رموز الدين ولو غير بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة وحدة اللي قالت باللي الاجتهاد كطالب منا حنايا ومن